مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. طبعا أنا عارفة أن خلاص رمضان بينتهي، وربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويتقبل الصيام والصلاة. طبعا يعني أنا مش قادرة أتكلم إن أنا ما حسيتش، يعني ربنا يسامحني، يعني إن أنا فعلا ما حسيتش برمضان ده، أو اللي هو انا حسيت بيه بان في فرد، الحمد لله ربنا يبارك فيها يا رب، ان في فرد جديد في العيلة. لكن بكل حاجة في رمضان زي كل سنة ما حسيتش. بس برضو كنت فرحانة قوي في رمضان، الحمد لله. ربنا يجعل ايامنا كلها فرحة. وخلاص العيد داخل على الابواب، ما فاضلش غير 9 ايام تقريبا. فاللي هو خلاص يعني في ثانية جه وفي ثانية راح، يعني لو محسناش اصلا. فربنا يتقبل مننا بقى ان شاء الله صالح الاعمال. وزي ما انتم شايفين كده انا ببدأ يومي معاكم بالفطار على طول، طبعا لان مفيش حاجة تتعمل غير ان هو ببدأ بالفطار على طول. طبعا زي ما انتم شفتوا انا بعمل الكفتة برز. بس قبل ما اكمل الفيديو بقى، عشان خاطر بجد انا مستنيه دعمكم، يا ريت تدوسوا على لايك بقى وتدعموني، علشان ابقى بجد فرحانة وانا بعمل الفيديو كده، ومبسوطة ان انا بعمل حاجة وانتوا حابينها او حاسين ان دي حاجة كويسة انا بعملها. لو في اي حاجة مش عاجباكم في الفيديو عرفوني برضو، علشان احسن من المستوى، او ان انا احسن من الفيديو، من المونتاج، من حاجات كتير كده. فعرفوني لو في اي حاجة، عرفوني برضو عشان ايه ابقى عارفة وعاملة حسابي. طبعا زي ما انتم شايفين انا كنت بعمل الكفتة برز، فبعمل حبة كور كده وحبة عادي، اللي هي العادي الكفتة بتاعتنا العادية. طبعا ابني هو اللي كان عامل الكفتة اللي هي الدوائر. بصراحة بسيبه ان هو يعمل شوية عشان هو بيبقى عايز يساعدني. فربنا يحفظه يا رب ويحفظ ولادنا جميعا. الكفتة بقى بحاول ان انا اطلعها، انا مش عارفة يعني، بصوا انتوا لو لاحظتوا هناك بلون، واول ما بتيجي هنا بلون تاني. بس المهم ان انتوا ما تطلعهاش غامقة، علشان خاطر كده كده بتطلع قصدي من الطاسة، بتكمل السوا بتاعها بره خالص. فاللي هو بتغمقها اكتر. فانتوا حاولوا ان انتوا تخلوها فاتحة شوية، بس مش فاتحة قوي ان هي بتبقى نية، او ان هي بتبقى محروقة، يعني بمعنى الاصح خلوها بين البنين. المهم كده انا عملت كمية وبحط كمية تاني. ما شاء الله ما خدتش معايا وقت خالص، انا عملتها على طول. الكفتة بروز ده انا في ثانية الا ثانية تقريبا، يعني انا مجرد ما جبتها، قصدي مجرد ما طلعتها من الفريزر، سبتها تفك، ضربتها في الكبة. هتشوفوا بعدين كمية المواعين اللي موجودة، يمكن البوتاجاز معلهوش مواعين، بس بعدين هوريكم بقى المواعين بقى، لان هو كده كان في الاول لسه ما كانش فيه بهدله. فبس بعدين بقى هتشوفوا البهدله ان شاء الله، يعني هتشوفوا دلوقتي، لان انا يعتبر فضيت الحلل كلها، ما سبتش حلل. يعني كل اللي انتوا شايفينه ده كله انا فضيته. جبت معلقه سمنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعت بصلايه، قطعتها كده مكعبات صغيره، وشوحتها مع البصلايه، ومعلقه زيت برضو، يعني ده مع ده، بس انا بحب السمنه بتدي طعم. وشوحتها بيها. الميه اللي انا حطاها هناك دهيت، انا بقول لكم ان انا بحطها عشان اغلي فيها الببرونه بتاعت بنتي، عشان خاطر طبعا انا بساعد بلبن صناعي، علشان خاطر يعني يكملها قوي، ان هو يعني يزودها شويه، لاني كانت عندها نسبه الصفرة عاليه وكان ممكن تتحجز في الحضانه. بس الحمد لله يا رب، يعني
قعدت ادعي كتير والحمد لله ربنا تقبل دعواتي، فان هي ما تخشش حضانة، لان انا بصراحة بخاف جدا من حاجة زي كده. الحمد لله يا رب ان هي ما دخلتش يعني. بس حوار السرة بتاعتها اللي انا قلتلكوا عليه الفيديو اللي فات، هي اللي بجد كان مضايقني جدا، اللي هو بيجيب صديد وبيجيب كمان شوية دم. بس انا رحت طبعا بيها للدكتورة والحمد لله طمنتني وقالت لي ما فيش اي مشكلة، ده طبيعي لان السرة بتبقى واقعة بعدها بكام يوم كده، علشان خاطر السرة طرية وكمان هي جسمها ضعيف جدا. فاللي هو ايه هيستنى شوية على ما تلم. قالت لي بس خليكي بالكحول شوية وامسحي بقطنة بيها مية كده، امسحي من السرة كده يعني، حاولي توسعي. انا بقيت تعمل لي، بقيت انا اصوت يعني، بقيت تعمل قدامي يعني، بقيت انا اصوت اقول لها لا 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 خلاص خلاص انا هعمل، انا لا خلاص ما تكمليش. اللي هو حسيت ان هي هتطلع السرة بره، فانا بصراحة انا يعني حسيت بوجع قوي وتعب قوي وهي بتعمل حاجة زي كده. فقلت لها لا خلاص انا هعرف اتعامل. اللي هو مش عارفة، انا خفت جدا اصلا. فالحمد لله يا رب، الحمد لله يعني. فعلا مشيت على التعليمات بتاعت الدكتورة، والحمد لله بقيت احسن من امبارح او من اول امبارح. فالحمد لله على كل حال، وان شاء الله تبقى احسن كمان. المهم كده طبعا انا ما حطيتش الكفتة غير لما البطاطس استوت، وكمان حطيت التوابل، حطيت الكمون وفلفل اسود والملح ومكعب مرقة كمان. وسبتها تضرب ايه، سبتها تغلي الاول، ولقيت البطاطس استوت، فروحت حاطه الكفته وهغطي عليها بس يعني 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. هرفع الغطا علشان خاطر ما تشربش جامد وتعمل معايا، هتنفش قوي وكمان هتفرول. فانا عايزاها تبقى متماسكه. طبعا الفيديو اللي فات اللي قبلها يعني، اللي قبل ده، في يوم انا ما صورتش بصراحه. طبعا الكوم ده كله طلعت الصينيه بقى، كان في كنت عامله مكرونه بشاميل، طلعت الصينيه وطلعت كل حاجه، طلعت كل الاطباق اللي كانت في التلاجة، وكان في رز كمان. فانا عملت طلعت الرز سخنته وفضيت كل حاجة يعني، تقريبا فضيت التلاجة، طلعت كل حاجة اللي ليها لازمة واللي ملهاش. انا فضيت الاطباق يعني اللي هي الاكل اللي خلاص حاسة ان هو خلاص نشف او ما ينفعش يتاكل تاني، شيلته في كيس ووديته لحد يعني عندهم فراخ. ف علشان خاطر طبعا ايه الاكل حرام يعني، ما نرموش في الزبالة. لو تعرفي حد عنده فراخ يفضل ان انتي توديه ليهم احسن. عذرا طبعا لصوتي، انا كنت فصلت ورجعت تاني لاني حسيت ان انا بجد مش قادره اخد نفسي، اللي هو لاني انا مطبقه من امبارح، فكان لازم اريح شويه بس كده. عشان خاطر انا بص بمنتج لكم الصبح قبل ما انام، علشان بجد انا فاصله بطريقه مش طبيعيه. فلو هو انا عايزه اخلص لكم الفيديو ومنتجه لكم قبل ما انام، علشان يكون حمل ان شاء الله يعني، واللي هو ينزل لكم في الميعاد اللي هينزل لكم فيه، ايا كان بقى هو هيبقى ايه. فاللي هو بجد انا عايزه ميعاد محدد، عرفوني مثلا نزلي الفيديو في الوقت ده، علشان خاطر تتفرجوا عليه او تشوفوه، لاني انا ببقى مش عارفه الميعاد اللي انتوا هتبقوا يعني مستني يعني واقفين او واقفين ايه يعني ان انتوا تشوفوه. مش عارفه، معلش اعذروني والله، اللي هو بجد انا فاصله. زي ما انتوا شفتوا طبعا، نرجع للفيديو تاني. زي ما انتوا شفتوا انا بغسل بقى هقول لكم ايه، جبل المواعين. الحمد لله الحمد لله يا رب، دي نعمة يا رب ما تحرمناش منها، وان شاء الله دايما تبقى المواعين كده متكومة، ما عنديش اي مشكلة. انا على فكرة بحب غسيل مواعين جدا جدا، وما عنديش مشكلة ان هي تتكوم واغسلها. انا من النوع اللي انا بحب اغسل مواعين، احب انظم، احب اروق. بس هي فعلا انت بتبقى غصب عنك في ظروف بتجبرك على انك انت مش عارفة يعني، محتاجة مساعدة من حد مؤقتا على ما يعدي الامور اللي انت بتبقي فيها.
ايا كان هي ايه، يعني عدى الحمل، بيبقى في تعب، مرض، ايا كان بيبقى في حاجة بتجبرك على انك انت ممكن ما تقدريش تعملي حاجة في البيت، فاللي انت غصب عنك. لكن انت كطبعك ايه، انت بتحبي طبعا ايه. انا عن نفسي والله العظيم بحب النظام جدا، وبحب الترويق جدا جدا، وبحب دايما دايما تكون الشقة رايقة حواليا. بس يعني الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله ربنا يحفظهم لي ويبارك لي فيهم. ولادي يعني مش مديني الفرصة ان انا اشوف الشقة رايقة يعني. يعني بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم وفي صحتهم ويحفظهم لي. طبعا عشان هم ما بيخرجوش، فمعتبرين الشقة ملعب، معتبرينها نادي. يعني بص قولوا زي ما تقولوا. وصحتهم بقى يا عيني يعني بتتدمر او بتتعب قوي من كتر ما بيلعبوا، فاللي هم ما عندهمش طاقة ان هم يروقوا للأسف يعني. طبعا بتريق، لاني انا عانيت كتير جدا ان انا اقول لهم شيلوا وحطوا واعملوا وروقوا وساعدوني. حتى بنتي يعني كتر خيرها بتعمل اللي عليها، والله العظيم يعني بجد رودينا شالتني وانا كمان حامل شوية. ولما جيت عشان ولدت كمان في الاول، كانت بصراحة كانت واقفة مع ماما على طول. ربنا يدي الصحة يا رب لماما كمان. ما سابتنيش، ما كانتش بتقعد، ربنا يبارك فيها وفي صحتها ويخليها لي يا رب. وكمان كانت رودينا كانت بتساعدها. بس حاليا انا مش قادرة اجبر رودينا على حاجة، لان عندها امتحانات، مش رودينا بس واختها كمان. فعندنا امتحانات، فاللي هو انا مش قادرة ان انا اتكلم معاهم واقول لهم اعملوا حاجة، او مش قادرة ان انا بقى ايه افضل يلا يلا، لاني فعلا اهملوا كتير جدا المذاكرة الفترة، المذاكرة والدروس وكل حاجة. الفترة اللي انا كنت حامل وكنت كمان والدة فيها، اهملنا كل حاجة تقريبا. ما كانوش بيروحوا الدروس، ما كانوش بيروحوا، لاني انا ما كنتش قادرة ان انا ابقى معاهم في حاجة، فاللي هم فعلا ما كانوش بيعملوا اي حاجة. فالحمد لله ربنا قويني بقى دلوقتي. اي نعم دلوقتي برضو لسه ما قعدتش معاهم القعدة كاملة، علشان خاطر طبعا كل ما بقعد اعمل حاجة، يعني انا عايزة اقول لكم انا بوقف الفيديو ده يجي 200 مرة. بصوا زي ما انتم شايفين، علشان خاطر طبعا بنتي بتقعد تعيط فعايزة ترضع، فلو هو اسيب اللي في ايدي واروح عشان ارضعها وارجع تاني. اللي هو انت بتبقي راحة جاية. فالحمد لله يا رب ديمها نعمة يا رب، يا رب ديمها نعمة واحفظها يا رب من الزوال. فاللي هو يعني ما عنديش اي مشكلة، الحمد لله يا رب ما عنديش اي مشكلة. بس اللي هو يعني انا بيبقى غصب عني بقى لما تلاقوا الدنيا كركبت حواليا كده، فتقولي ايه المنظر ده مش عارفه ايه، والله العظيم بيبقى غصب عني انا نفسي، ما ببقاش راضية عن المنظر. بس اللي هو طيب اعمل ايه، انا في ايدي ايه. اللي هو الحمد لله يا رب الحمد لله. كده طبعا ايه انا غسلت المواعين، يعني مش غسلتها كاملة، بس اللي هو انا غسلت كمية كبيرة، فسبت شوية في الحوض. انا كده كده بشيل كل اللي على الرخامة، شلت كل اللي على الرخامة ونضفت شوية. وبعدين قلت بقى ايه ادعكها بقى، يعني بدأت ان انا اشيل حاجة حاجة وادعكها، وبعد كده ايه ارجع احط المواعين اللي انا غسلتها وحطيتها على البوتاجاز. هتشوفوا دلوقتي لان في مواعين محطوطة على البوتاجاز انا سايباها تصفي شوية ميتها، فقلت بقى على مدعك الرخامة عشان انقلهم على الرخامة، علشان خاطر بقى ايه تكمل التصفية بتاعتهم. لاني ما ينفعش تحط الحلل في الحلل والحاجة بتاعتك ما ينفعش تحطيها مبلولة او انها فيها مية، علشان خاطر ممكن تجيب لك اللهم عافينا يا رب، اللهم عافينا، تجيب صراصير والكلام ده. فاللي هو تجيب حشرات يعني، تبص تلاقي في حشرات بقى في المطبخ وحاجات كده، اللهم عافينا يا رب. فاللي هو انا لازم انشف المواعين الاول، احطها تنشف كده شوية، يعني شوية ايه ممكن ببيتها لتاني يوم واشيلها. هتشوفوا طبعا الفيديو بتاع ان شاء الله بكرة، لاني انا
في مواعين اللي هي اللي انا غسلتها محطوطة اهي، فاللي هي المفروض ان انا هتنشف وهشيلها، هشيلها معاكم برضو يعني، اكيد يعني مش هخبي عنكم حاجة. فلما هتصفى بقى كلها من على الرخامة وكل حاجة، هشيلها بقى احطها في اماكنها كمان. بس كده ببدأ ان انا ادعك كمان الخلاط، لاني كان معمول عصير، وكان جوزي هو بصراحة اللي كان واقف عمل العصير، فكان الخلاط وقع الشفشق، يعني وقع عصير على الخلاط. فاللي هو انا بدعكه علشان خاطر ايه، ما يتكومش بقى دهون وبهدله وحاجات كتير كده، فاللي هو يبقى نضيف اول باول. انا بحب الخلاط يبقى نضيف بصراحه، بحبه كده، ما بحبوش ملزق كده ومدهن وشكله مش حلو. لا، زي ما انتم شايفين ما شاء الله بيلمع وجميل، وانا بحبه كده. بدأت زي ما قلت لكم اهو عشان ادعك بقى البوتاجاز. طبعا الحمالات نظيفة وكل حاجة، وكده كده ما بيبقاش يعني نايم، يعني ما بيبقاش محطوط ان هو يتوسخ من حاجة، يعني زي ما انتم شايفين برضو اهو اسمه ايه، الحروف بتاعت الحاجة مش متوسخة. انا كده كده بدعك البوتاجاز كل يوم، فاللي هو اصلا مش متوسخ، يعني ما فيش دهون عليه ولا حاجة الحمد لله. بس يا ماما كده انا نقلت المواعين كده، حطيتها على جنب شوية، قلت ايه هدعك البوتاجاز، وبعد كده ايه قلت هرجع احطهم على البوتاجاز تاني يكملوا تصفيتهم. ورجعت قلت ليه اللفة دي وليه الحيرة، طب ما انا احطهم على الرخام على طول. انا كده كنت مستنية ان انا اخلص البوتاجاز وارجع احطها بصراحة. فاللي هو بقى ايه، آه قلت لا خلاص انا هستنى لما اخلص البوتاجاز، وانا ايه هحطهم على الرخامه وخلاص. طبعا حته القماشه انا قلت لكم ان انا لما بغسلها دي مش بمسح بيها الرخامه، انا مخليه حته معينه بس للرخامه اللي هي بدعك عليها، بعدها بدعك بالصابون وارجع امسح الرخامه بيها. لكن الحته دي بمسح الحاجات اللي مش نضيفه على البوتاجاز، اللي هي الدهون بقى والحاجات اللي هي الوحشه اللي بتبقى على البوتاجاز، بلم بيها يعني معنى الأصح الحاجة اللي بتبقى على البوتاجاز، وارجع ادعك بقى بالصابون زي ما انتم شايفين برضو كده، بدعك بالسلكة بها صابون. وكده كده ما شاء الله البوتاجاز مش محتاج اي حاجة ومش محتاج صابون. انا لما انا مسحت بالحتة كان اصلا ما شاء الله بيلمع لوحده، فاللي هو مش محتاج اصلا. المهم ان انا كده زي ما انتم شايفين برضو ان انا بدعكه كويس بالسلكة، وبعد كده همسحها بقى بالايه ايوه زي ما انا عماله اقول زي ما انتوا شايفين، انتوا كده كده شايفين مش محتاجه ان انا اقول لكم. المهم كده، معلش عذرا هريح شويه. رجعت تاني، معلش بقطع كل شويه لاني حسيت برضو وانا بتكلم حسيت بدوخه شويه كده، فاللي هو ايه لا خلاص وقفي وبعد كده شويه وكملي. طبعا انا بعمل اهو بالحته تاني، الحته اللي انا مخلياها للي هي ايه يتلمع بيها، للحاجات يعني اللي هي خلاص اللي في الاخر كده. المهم حطيت العيون، انا العيون ما بغسلهاش غير تقريبا كل اسبوع مرة، لكن البوتاجاز بغسله كل يوم، او يوم ويوم لا، حسب لو انا مثلا مش قادرة ان انا اعمله كده. ما شاء الله المطبخ بقى زي الفل. طبعا في فرق شاسع بين الاول ودلوقتي، والمواعين اهي حطيتها قلبتها كده غير المواعين اللي عندكم فوق، زي يعني اللي هي محطوطة على البتاعة دي على الصفاية، لان مش هتكفي. ده كده شكل المطبخ اهو من بعيد، حبيت اوريهولكوا برضو. ما شاء الله بيلمع. هبدأ بقى ان انا ايه اقعد استريح، بس قبل ما استريح طبعا هحط كوباية حلبة، هعملها حلبة بلبن لان انا بحب الحلبة بلبن جدا. فاللي هو انا متعودة بعد ما بخلص كده يا بشرب كوباية نسكافيه يا بشرب كوباية حلبة بلبن او حلبة بعسل اذا في عسل موجود، علشان خاطر ده يزود اللبن عشان البيبي وكده، عشان يعني الرضاعة. فانا بدور على الحاجه اللي تزود اللبن للرضاعه.
بس وحطيت معلقتين بقى وكده خلاص يعني. الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو اول مره بتتفرجوا عليا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجه نعملها. كان معاكم شيماء من قناه عيش بطبيعتك مع شيمو. يلا، السلام عليكم.